طبعا هاليوم آخر يوم إلنا هنا، راح نروح إن شاء الله باكر الصبح. فقلنا خلي ننظف البيت تنظيفة محترمة لآخر مرة حتى نسلم البيت وهو نظيف هيك. طبعا غسلنا 3 وجبات من الملابس والشراشف والبردات همينة كلها غسلناها. طبعا هنا ما يكفي، راح نشر بالهاي همينة قدام البيت همينة. هم اشتغل، ترى شوفوا دا اتنفس، هم اشتغل وهم اصور لكم الفلوج الروتين حتى تصيرون ويانا خطوة بخطوة. وبعدين اريد اقطع هاي همينة قبل ما اروح، لين هذا اليوم اخر يوم، فاريد اقطع ورق عنب همينة ان شاء الله. فخلي اخلص شغل. طبعا غسلت الطباخ في الشكل، يعني لمعته تلميع، وهذا كله بتشيف كله ولا دهن بقى. شوفوا هسه خلاص هذا همينه. كملنا المطبخ همينه، كل شيء وخرناه وغسلنا ومسحنا المكان. شوفوا القاع صار يلمع تلميعا محترما. الطباخ والكونترات وهاي كلها وخرتها وغسل تحشيم بالجيف. صار المطبخ هيجي راحة نفسية فول كل شيء. شوف القاع صار يلمع. وهذا آخر تين مالتنا هنا ناكلها. أنا حبيت هنا بالقرية، حبيت وقت الفجر كلش حلو. بس شوفوا الطباخ يلمع لمع. هانا حياتي شوفوا المطبخ كل شيء مكمل سويته. سمي زي عند الوردوية. أبو سنة حاسبة. وي سام برتاج وقامشي دم عند سنة برتاج وردم. وي يعني انطيتهم سام برتاج وردو سام برتاج وقامشي راجم يوم ده جيت تغب خدت تطلع. طه كان جايب لي 2 تين، واحد انطيت عبد الرحمن قال اخذه، قلت اخذ ما يخالف، فيعني بقالي الصغير. فهسه صورت لكم واكلته، قلت هذا اخر تين خلاص. بس شوفوا هم ايش جايبين لي. جايبين كومتين. يقول عبد الرحمن يقول انتي انطيتيني 1 تين، انا جبت لك كومتين. شكرا عبد الرحمن. بالعافيه. بالعافيه. بتعلم عربي ولك فديت المتعلم عربي بالعافيه. باخنا arkadaşlar bunun inciri böyle bir hoştu. Bakın içine. الله ايش قد حلو، عاشت ايدك. بس اريد منك هسه فد شي عبد الرحمن. يعني نعم. بشي يستلم سن. لا. اريدك تبدل ملابسك واغسلك غسله محترمه. يا اخي يعني bunu غسالة ها غسالة طاقم بنا يا اخي من لسان باك تميس. يعني حتى لان نروح خلي تصيرون نظاف. امين انت همينه تمام؟ ايها يلا هسه اغسلكم غسله محترمه لان خلص بعد راح نروح. تمام؟ يلا بالعافيه. عاشت ايدكم. 1 2 3. عاشت ايدك عبد الرحمن وامينه. وهسه نجي نغسل الحوش غسله محترمه هيجي. اخر غسله واي واي، اخر رشه مي، اخر لعب بالمي. اي خلاص بعد الوداع الى هذا المكان الجميل. بأنقرة ماكو غسل الحوش وغسل مثلا باب البيت، ماكو. كلها مسح لو يكنسون يعني. فاحنا همينا من زمان بدنا نسوي مثلهم يعني، ما نفتح مي وما عندنا صوندة يعني مثلهم يعني. بس اني من اليوم صاعدا خلاص بعد راح اشتري لي فت صوندة. وباب البيت هو صغير، باب بيتنا حوش مالتنا، راح اغسل باب البيت مالتنا زين. اذا مو كل يوم بالاسبوع مرة يابا، بالاسبوع مرة اغسل البيت يعني، اغسل الحوش، اغسل الحوش يعني حتى لو شكو بيها اغسل قدام البيت، قدام باب البيت اغسله. المهم يصير عندي صوندة. لا بتركيا ماكو صوندة. ماكو. اني اخلي
تمام قابل. هو راح يقدر يطلع يعني المي. يعني اقول لك 100 ليره، خليه يطلع 200 ليره. خليه يطلع. والله احب اغسل. شو اسوي يعني؟ لازم اسوي شيء. اشوف هنا اكو، اشوف هنا اكو بانطاليا. يعني ليش ماكو بانقرة؟ كله على مود الفلوس، كله على مود الفاتورة. قابل الفاتورة ايش قد يطلع؟ 100 يطلع. 100 ايش قد؟ شيبس بسكت حاب تشتري يسوي 100. خلاص انا همينة احسب اشتريت حبة شكلات. هو الانسان يشتري مزاجه، نشتري نسكافيه، يشتري حبة شكلات حتى يسوي له مزاج اجواء. انا مزاجي اجوائي، احب ارش الحديقة، الاشجار، اغسل الحوش. وهسه دا يغسلون السيارة يحضرونها حتى ان شاء الله باكر نطلع على الطريق. عاشت ايدكم يابا. طبعا نسيت اقول لكم الغداء كنت مسويه دجاج مشوي ويا فاصوليا وتمن. طبعا فاصوليا من البارحه كانت باقيه، بس سويت وياها تمن ومعكروني احمر ودجاج المشوي. فنسيت اصور لكم لان صديقتنا اللي هي صاحبه البيت، هاي سيارتها، هاي رصاصي، هاي طبعا مو هذاك السياره مال العماله، بس هاي هي سيارتها جايه يمنا. فشغلت يعني وياها يعني ويا صديقتنا، انشغلت وياها فنسيت اصور لكم الاكل. وهسه هي راح تعلل هاي البيت الجواري، فقلت خلي اقول لكم الاحداث وين وصلت. بس شوفوا عبد الرحمن ايش يقول. أرخذ شلون من يقول شو ما استلم بلا استلم ما خلص ما عبد الرحمن يقول يعني طبعا شبع من السفرة ومن السياحة، يقول خلاص كافي، اريد هيك اسوي رأسا بالبيت. يقول هسه اتمنى هيك اسوي رأسا اصير بأنقرة. طبعا هسه قعدنا نقطع ورق العنب وعبد الرحمن يساعدني. عاشت ايدك عبد الرحمن. بالعافية بالعافية. يلا قطع لي هذولا. ما شاء الله كل شوي شوفوا. يلا عبد الرحمن شوف. ايه تمام هسه هيك. هذا من ياكل ورق العنب. يبلع بينا. وهسه قاعدة اسوي شاي لنا كلنا. ما يبسمه. شو غير بالشيء الشاي يقرب. الدر ما يبسدين مكرمزة هني والله ما. طبعا هذا تين شوكي كنت سامعة عنها بس أول مرة بدنا ناكلها. طبعا صراحة طعمها مو كلش طيب، يعني 40% طعم ماله، يعني وسط هيجي، بس شكله كلش غريب وأول مرة بدنا نجربها. وبعدين بالليل الجهال وطه كلهم طلعوا برا، بس أنا وآمنة بقينا بالبيت. طبعا أنا وآمنة سوينا في يوم طلعت بنات، وهم همين دا يقلدون يسوون طلعت أولاد. وشنو هاي يعني شنو، حتى المكان يعني كلش حلو ويجنن.
هسه الشغل كلها والترتيبات والتنظيف كل شيء تمام التمام، وأنظف وأحلى وأرتب من اللي استلمناها. نظفنا ورتبنا بهذا الشكل، شوفوا هيجي كل شيء تمام التمام. هسه راح نروح. يلا يلا يا الله، توكلنا على الله. كل شيء تمام، كل شيء نظيف. اللي واحد يروح بالسلامة، يروح ويرجع يقول هذه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من تطلع أي مكان تسافر تروح بسلامة وترجع بسلام إن شاء الله. هذا الآية. وهذا من هنا كملنا التنظيف والترتيب، وهذول هم كانوا منطيه لنا زيادة، كانوا هيك منطينا احنا مخلينه، واحنا نفس المكان خلينا. وهذا الدوشك هم منطينا كانوا، وخلاص. مع السلامة، وداعا يا شتلات الحلوة. يا المكان الحلو، المي الحلو، وهذا المكان. باي باي، إلى اللقاء، مع السلامة يا مي الحلو. باي 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 باي، في أمان الله. في أمان الله، نلتقيكم في عام المقبل. إلى اللقاء. وهسه طلعنا على الطريق بخير وسلامة إن شاء الله، نوصل بالسلامة إن شاء الله. مع السلامة، مع السلامة يا أنطاليا. نوجه للبيت إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما نروح لازم نقول الدعاء. دعاء الطريق لازم نقول الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. طبعا طه راح من هناك يشتري ما أعرف موز تفاح، ما أعرف. اشتريت؟ اي والله اشتريت شوية فواكه. عاشت ايدك. ما شاء الله، شوف المنظر، ما شاء الله. احنا نطلع من طريق كونيا. الطريق من سبارتا بعد احلى، فيها مي همينه، بس هنا احسن. ما شاء الله. طبعا هذا النفق ما شاء الله كلش طويلة، أطول نفق أنا شفتها بحياتي. هذا النفق اسمها دمرلي كابا، وانفتح ب2023، وما شاء الله كلش طويلة، والمتر مالتها 5000 متر، يعني 5 كيلومتر تقريبا. ما شاء الله كلش طويلة وحلوة. طبعا بس شوفوا ايش سويت للطريق. سويت نسكافيه، طبعا قبل يومين سويتها وخليتها بالفريزر حتى صارت ثلج، وهسه طلعناها بالطريق وشربنا هيجي مثلج، وكانت كلش طيبة. طبعا خليت بيها نسكافيه فد 5، وبعدين خليت بيه السكر، وبعدين خليت مي وخليته بالفريزر، وهسه بالطريق فد حلو بارد هيجي يبرد القلب. ما شايفين بحر، شفنا بحر يعني مو بحر، شفنا مي كله هيك مبوع على اساس يعني ما شايفين بحر. هذه اليوم بس يصير له طريق رأس ادخل ويا السياره، هناك الطريق لازم ننزل عنه، لازم. ما شايفين محرومين. يا احنا ما شايفين ولا قطرة مي. طبعا هسه احنا بطريق كونيا 100 كيلومتر. شوفوا، فنزلنا هنا. طه نزل هنا يريد يشتري بطيخ، ما اعرف يريد يشتري رقي. بطيخ نشوف شنو راح يشتري لنا.
شوف يقول انزل انزل. يلا ناخذ. شو ننزل؟ وين ننزل بهذا الحر؟ والله ننزل. ماني ما انزل. شوف عبالك عمره ما شايف. عبالك عمرك ما شايف رقي. ايش فيك؟ رقي مالتنا وليش؟ شنو مالتنا؟ هلا ابوك. بارد. هذول كم راحوا؟ اول مرة اشوف هيك واحد يشتري رقي نازل ومقطع له ودا ياكل وجاله مين صاحهم ياكلون هناك. قلت له ضيوف تريد ضيف؟ يا هلا بضيف. ما شاء الله الرجال انفتح رزقه. سياراتكم تبقى ورانا يشترون منا. سبحان الله. الرجال سوى لنا إكرامية يعني أكرمنا. قال خلي الرق مالتكم على حسابي. شوفوا ما شاء الله كم سيارة تبقى. يا جماعة بقى قليل راح ندخل على كونيا. هذا اللي تشوفونه كونيا. ما شاء الله كلش حلو كونيا. أنا أروح يولارنا بنزرة. هسه احنا بداخل كونيا وقررنا نروح هنا لهذا البارك. الغداء مالتنا هناك. اي نتغدى هناك. جايبين الغداء مالتنا بايدنا سوينا بالبيت. فهسه نروح هناك ان شاء الله بالبارك. بارك كلش حلو نروح عليها ونتغدى هناك. هسه جينا على البارك. شوفوا مسوي هذا الاكل يومي. طبعا دجاج وبوتيتو ومعكروني. وجينا على هذا البارك اللي صايره يم هذا البحيره. البارك كلش حلو. شلون هوا. اللي ساكنين بكونيا واللي جايين على كونيا شنو رايكم بها؟ شو تقولون؟ شو عندكم عليها؟ امرت زان خوشته بطيس خوشته يا عمي عافية توصل. يا جماعة طبعا احنا هسه دخلنا على كونيا. هذاك مو كان كونيا كان طريق كونيا. هسه هذا كونيا. طبعا وصلنا ويا صلاة العشاء بالضبط على البيت وكلهم ناموا. يعني أول ما وصلوا رأسا ناموا وكانوا كلش جوعانين وناموا. فأنا همين قلت يلا أنا هم أنام وخلي يكون هيجي صبح يقومون يتريقون. بس بعدين قلت لا والله خطية. وصيت لهم عن الأكل وبعدين قومتهم بالزور من النوم وأكلوا وبعدين ناموا. وهسه وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسون إذا عجبكم الفيديو تخلون لايك وتشتركون بالقناة إذا أول مرة تشوفونا. وهسه صار أقول لكم مع ألف سلامة. ولا تنسون تعليقاتكم الحلوة. باي باي.